صالح أبو عاطي، مسؤول العمل الجماهيري التيار الشعبي في مركز تمنوع. ايه رايك في مؤسس التيار الشعبي بتاعك وقائد التيار الشعبي حمدين صباح؟ ولكن لا يعني ايه كده ولكن يعني مش فاهم. والله يا فندم يعني هو يعتبر اللي يبدأ بينا في الأول ويعتبر صاحب الفكرة هو الكاتب. الناس كلها مليانة ثقة في اتجاهه إنه مع رجل الشارع لو هو مش صادق من جواه الموضوع ده، أعتقد الناس عندنا في مصر عندها استعداد للمجال تحس إن الراجل ده له هدف تاني. خط على ما هو حاطط التسجيل. أنا كواحد في الشارع مؤمن بالفكرة قوي، والناس اللي معايا كذلك، وناس كبيرة حتى مش مستهدفين في التيار. أساسا التيار في بداية نشأته ما كانش مستهدفهم، ناس كتير مقتنعة بالفكرة. تمام. الناس دي اللي يحفزها أو اللي يفرق معاها إنها تبقى أكتف أو بس متفرجين، اللي يخليها أكتف إن يبقى في تواصل سريع شوية. هو موجود في تواصل، بس المشكلة إن عندنا شوية بيروقراطية من بتوع زمان دول، اللي احنا مشكلتنا في مصر مترتب عندنا شوية حاجات من النظام القديم. في ناس انا ممكن ابقى قائد شيء معين، ليا فكر معين وعايزه بطريقة معينة، ولكن اللي انا بستعين بيه او الناس اللي انا بستعين بيها ممكن مش وصلها الفكرة، عايزة نفس الهدف ده اكيد، بس مش وصلها الفكرة، او بمعنى اصح ما عندهاش الملكة بتاعت ان انت تقدر توصل الفكرة زي ما طلعت. يعني انا لو عايز اوصل فكرة للاستاذ سعيد واستعنت بواحد في النص، عمر الفكرة اللي في دماغي ما هتوصل زي ما هي 100%. يعني انت عايز اتصال مباشر، عايز نسبة من الاتصال المباشر ما بينك وما بين القائد بتاعك او المؤسس بتاعك بتاع التيار الشعبي. كظهور؟ لا مش كظهور، حتى كتواصل عبر النت، عبر التليفون، اي طريقة تواصل سريعة. حتى لو في ناس في النص بس الطريقة تبقى سريعة شوية، او يبقى فيها ايه يعني، ابقى دوري في لقاء ثابت مثلا. ايوه، لا دوري، حتى دوري من فوق الناس بتدور على بعضها. دوري من فوق الناس مين كان نشاطه كتير وابتدى يقل، مين زهق شويه، مين ظروفه الاقتصاديه بما ان كلنا زي بعض، مين ظروفه الاقتصاديه اللي بتبقى في الاول اول ما تدخل تبقى نشيط واكتف، لان تبقى شويه مسؤول او طالع من حياتك العاديه. بعد ما تدرس شويه في الشغل وتبتدي الموضوع يطول معاك، لازم تتأثر ماديا طبعا هيجلب الموضوع معاك مشاكل هتقابلك في حياتك الخاصة. بس انا شايف هو كده دلوقتي انتوا يعني عملتوا مؤتمر جميل جدا في قرية الراهبين. الحمد لله، ده عشان مؤمنين بالفكرة. ودلوقتي بتحاولوا تعملوا مقر كمان بجهودكم الذاتية، وبتحاولوا تجهزوا المقر ذات نفسه بايديكم وبشغلكم، وبايديكم انتوا بتجهزوا المقر. فيعني اللي انا شايف ان انتوا يعني بتدفعوا كتير كده يعني للتيار. هل في دعم كده من مباشر من المنسق بتاع التيار من المركز او من المحافظة او من المركزية؟ انا اقول لك جملة واحدة بس. انا معايا واحد صاحبي معانا هنا في الشقة شغال معانا كمان بايده، وهو شغال عامل في مصر. الراجل ده لوحده دفع 180 جنيه. 180 جنيه بالنسبة لك عامل يعني يعتبر اجر اسبوع. لك ان تتخيل الباقي عمل ايه؟ من الوقت، من الفلوس، من المجهود. هسألك سؤال مباشر يا صالح، هل حسيت في بعض الاوقات ان انت دورك مجرد سنيد للي موجودين في المركزية؟ انا عن نفسي انا حسيت بالدور ده بالفكرة دي في بعض الاوقات. انت حسيت بيها؟ بعض الاوقات دي انا بحسبها ان هو ده لب المشكله اللي انا بتكلم فيها، اللي هي العطله اللي في البيروقراطيه اللي موجود في الصف. فانا ما اقدرش الوم عليها، اللي انا مش شايفه ما اقدرش الوم عليها اساسا عندي. ما
اقدرش الومه عليه. مم. الحالة ان هو في حاجات كتير المفروض تعملها، طبعا مش ربنا. مم. ولكن برضه في بعض حاجات لما بتحصل ممكن دي بتنفع الناس من فكره، يعني انا لو وصلت للناس دوت مباشر كده طبعا انا هعمل اللي احنا بنعمله ده ليه؟ مم. والناس ذات نفسها تعمل ده ليه؟ طيب هو دلوقتي في الختام كلمة توجهها لمؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، من عضو مسؤول اتصال في قرية ومسؤول عمل جماهيري في مركز سمنود، تقول كلمة توجهها له ليه مباشرة شخصيا. اقول نبنى يا ريس مم. باهتمامك قبل اي حاجه. الحمد لله رب العالمين، الناس عايزه وبتعمل وبتشتغل مش عشان خاطر نفسها. مم. احنا شفنا اللي اتعلم وخرج في الاخر ما خدش من تعليمه اكتر من شهاده بيعلقها في البيت. مش عايزين عيالنا تبقى كده، احنا عايزين ولادنا يعيشوا في بلد على قد ما يبقى راسم لنفسه خطه ما يطلعش يلاقي نفسه فاشل فيها بفعل فاعل. لا، الفاشل يبقى فاشل مش مشكله، لكن اللي يحاول يذوق حتى حلاوه النجاح. اسندنا يا ريس. اسندنا يا ريس. شكرا يا عم صالح.